فات عليكم؟ ما مشكلة. كيفك؟ الحمد لله. بدنا نشوفك لأنه عايشة وقعانة بمشكلة كبيرة. مو لهالدرجة زينب. شو هذا اللي على جبينك؟ ولا شيء. كانوا رح يخطفوها ولحقت على آخر لحظة قبل ما يحطوها بالسيارة، وقلت لحالي لازم خبرك. نفس الجماعة هنن؟ عمران قرصوي. بالظاهر كان بده يحتجزني عنده، بس أكيد ما رح يسترجي عيدها. احكي لي شو القصة؟ أنا ما كان لازم أحكي لها لزينب. في هذا خطيب أوغلو حرامي البنوك، لما سرق البنك دفع 18 مليون دولار وأخذ بناء بسيط، وهذا البناء ما بيسوى أكثر من 500 ألف بأحسن الأحوال. طبعا والفرق بالسعر لطشه هو والجماعة تبعه. وكيف قدروا يمرقوه على البنك هيك؟ هنن مزبطين أمورهم، على الورق ما في شي ضدهم، والمصاري خلص اندفعت على أساس إنه البناء كان بموقع مهم. بينكشفوا بالطابو. طبعا بعرف هذا الشيء، أي محامي مهتم بينتبه له، بس ما بدك شي صحفي فتح ينكش وراهم؟ نستفيد من هالقصة رجل أعمال كتير كبير، طبعا ما رح يخلوني يمسوا ولا بأي شكل. وعمران قرصوي بيكون شريكه لهذا الرجل. عيسى، سليم عندك؟ طيب بعت لي اياه. كيف صحتك؟ منيح. تعود. أنا حابة أحكي معك موضوع، بس لا تكون فاضي. ماشي. ايه يوسف؟ سليم، عمران قرصوي عم يضايق الأنسة عيشي، بدي اياك توقفوا عند حده ولا تتركها لحالها. خلص انت ولا يهمك. أنت رايح على محل؟ اي والله مضطر امشي، عندي شغل. عن اذنكم. مع السلامة. البنات امانتك ها؟ ولا يهمك خلص. زينب أنا بدي روح، بتحبي تروحي معي على البيت؟ لا مو هلأ، حابة ضل لحالي، بس في مجال توصلوني معكم؟ طبعا. أنسة عايشة، بدي منك تعطيني معلومات أكثر عن الموضوع. ماشي. تفضلوا. سطحوه هلأ. ما كان أحلى لو كان الكفن لونه كحلي يا بنت؟ لا، اللون الزهري بيلبق له أكتر. زهري؟ ايه. شكورة، هدول ما بدهم يتجوزوا. يا بالفعل انك هبلة. هدول بدهم يسافروا على البحر المتوسط، ومن هنيك بدهم يعملوا جولة سياحية على كل المحيطات، وبعدين بده ياكلوا سمك القرش. أنا بعرف. ها؟ وبتقولي كفن زهري؟ مهبولة. أنا شو حكيت؟ بعدين بصير نحن نكفنهم بدون ما نغسلهم؟ بالفعل انك وحدة جاهلة. هدول شهداء. انت ما بتعرفي انه هدول الشهداء ما بيتغسلوا؟ غير هيك البحر بده يغسلون. هلا فهمت شو هدول قصدك. المجارير. مروان، جهزوا التوابيت وبعد شوي رح يبعتوه. منيح. كمل التحضيرات مشان مراسم الدفن، بس تعتم الدنيا، بده يجي ضيفنا، بس انا خايف انه ما يقدر يصبر للمساء ويروح ويجي بكير. لا تشغل بالك. يلا يلا روح. الرقم المطلوب قد يكون مغلقا او خارج نطاق التغطية. اعد المحاولة. قلت له 100 مرة انه يترك تليفونه مفتوح.
هذا ما بيسمع الكلمة. قلتك ما رح يجي؟ ها صبري؟ يعني معقولة ما يجي مشانك ولا؟ فشرت يا وسخ. خلاص ولا؟ يا ابن الحرام. تفضل. أهلا وسهلا. بيتك حلو؟ صغير شوي بس ماشي حاله. أستاذ سليم شو رأيك فنجان قهوة؟ يا ريت، شكرا لك. تاكل بتيفور؟ لا شكرا. أنا مالي ناوي أقضي عمري متخبية منهم. ما في داعي للتخباية بعد اليوم. أنا مالي خايفة منهم. بعرف هن عم يحاولوا يوتروكي، بس أنا بوعدك إني ما رح خليهم يعملوا شيء. بعدين أنا بقيان معك طول هاي الفترة بين ما يهدى الجو. ما رح يقدروا يعملوا شيء، وخاصة إنه في حدا معي. بصراحة أنا معجب كتير بجرأتك، بس شو اللي علقك معهم؟ لأنه هذا شغلي. لا تكون بدك تقترح علي إنه أترك شغلي مشان ما يأذوني؟ مو هيك القصد، بس هالشغلة أكبر منك بكتير. بعرف، بس أنا شغلي ما بتراجع عنه. أنا صار لي من الصبح مو أكلة ولا لقمة، كتير جعت. شو رأيك نفطر سوا؟ لا، أنا عندي شغل ضروري. إذا صار شي احكي معي، تعرفي رقمي. ماشي. تفضل. شكرا كتير على القهوة. باي باي. الله معك. اليوم بدي احتفل معك. بصحتك. في شي؟ ثواني وبرجع لك. أنا هلا مبسوط لأني شفتك يا عمران بيك. خير شو في؟ أنا جاي لهون مشان ربي للكلب اللي عم يتحرش بالنسوان. إذا بتزعج الأنسة عيشة مرة تانية ساعتها بقصلك هالراس اللي معبي تبن. سلام. مرحبا. لو سمحت. الرقم المطلوب قد يكون مغلقا أو خارج نطاق. يلا ولا أعد المحاولة لاحقا. افتح تليفونك، بعرف إنك رح تجي. هلا رح نضطر نستنى حضرته لنص الليل. صبري حبيبي، هلا صاحبك يوسف ما عنده رقم تاني نتصل عليه؟ طيب إذا ترجيتك تعطيني رقمه رجاءً. يا خطيتك شو مسكين. شباب جهزوا حالكم، بدنا نعمل بروفا على المراسم. ها شكرية؟ نعم. يلا بلشي. هلا بتخافي وبتصرخي. ماشي.
معك تتحرك. مير أغلو. بس اوعى تتهور يا مير أغلو. نزلوا سلاحكم. ما راح تقدر. يلا وانت فيك صبري. يلا لك معلم فكوا. ما راح تقدر تطلع من هون. مير أغلو خلينا نتفاهم. بس دفنوا سلاحكم هون لك. دفنوه بالتابوت. يلا يلا. يلا ولاد على الحيط. حط هذا كمان ولك. حرك بعد هيك انت كمان. يلا صبري. نهلا على اساس جايين فورا، ليش هيك تاخروا؟ لسه يا نسرين ما صلنا 5 دقايق. عم قل لك اخي اتصل من الطريق. صبري منيح ما هيك؟ اخي قال اثنيناتهم مناح ولما بيجوا بتشوفوهم. معلم ما بصير هيك يا، انت لازم تستنى جوا، هلا بتمرض. اجا اخي يوسف. الف حمد وشكر لك يا الله. والله اجوا، تعالوا بسرعه. يا رب يا رب تلطف فينا يا رب. صبري كيفك صبري؟ يا رب الحمد لله يا رب. انت منيح؟ الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. يلا تفضلوا تفضلوا. يلا الحمد تفضل. لله على السلامة يا صبري. يلا لجوا. عمو صبري يلا صبري تفضلوا. تفضلوا لجوا. يلا يلا كشاش. يلا 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 فوتوا كلكم يلا. اهلا وسهلا. يلا كشاش. لا لا هلا ما راح فوت، يلا بعدين بخاطرك. تفضل. يسلم والدين. نعم. قلتوا علينا كثير، ما كانت ايام غليظه. اي والله معك حق. سهر اختي والله كانت رح تجننا. ايه بطلوع نروح لهديتها. خلص بقى عيسى، بس اللي صار معه مو قليل. عادي مرقت. أخي يوسف ساعدك وأنقذك من بين إيدي الأشرار، ما هيك عمو صبري؟ مزبوط؟ هيك شي. صاير عم تحكي كتير ها؟ معلم هالفصعون ما صار وقت نومه؟ ما بدي بعد نام. اذنك. صار لازم تنام. مشان الله. جان قوم تعال عندي تعال. كمان اللي شبك. بأفلام كرتون ساسوكي بينقذ رفيقه، بس أكبر بدي يصير مثل أخي يوسف. اللي لشوف جان كيف كان وضعه ليوسف؟ علي اتركه ينام. مثل ساسوكي بيشبهوا بعض. يلا على النوم يا ولد يلا. ليش عصبت؟ ورفقاتي كمان بيشبهوك لدوغ فليد. جان تصبح على خير. يلا لشوف جان. ضيقة، بس أخي عيسى وعدني يحكي لي حكاية كل يوم قبل ما أنام. طيب امري لله رح احكي له حكايه. يلا مشي قدام. يلا روح. تعال مشي معي. برافو عيسى برافو. لك شو هالولد هذا؟ اخي صبري، عيسى بغيابك دار باله على الشغل وعلى اخته كمان. والله ما شاء الله عليه. الأوقات العاطلة بتعلمنا شغلات كويسة يا علي. إذا بتسمحوا لنا رح نمشي نحن معلم. على راحتكم. على أساس بدي أقعد بالحمام ساعة. يوسف يسلم خلصنا معك. هلا. يلا بخاطركم. ريح حالك ها، بكره عنا شغل. ماشي معلم. بخاطرك عمي عثمان. الله يسر. الله معك. سلام. تفضل مع السلامة. نشرب شاي مرة نام ثانية ما كمان. هيك يوسف؟ أنا بجهزه بس استنوا لودعون. يلا يسلموا. عود لنشرب. ناكل من هدول كمان. ما بدك تحكي لي شو صار معك؟ لا تاكليها من نسرين. إذا عرفتي شو بيتغير. المهم رجعت إلك.
دائما ما بتكمل معنا. خايفة فرحتنا بالدوم يلي بطني ما تكمل. نسرين لا تشغلي بالك بأشياء مو منيحة. بدنا نربي أولادنا مثل الصباح. وبلكي بنتين. الله يجعل حظهم مو مثل حظنا. حظي وعرفته، بس شو بحظك انت صبري؟ أنا وما بتذكر لا أمي ولا أبي حتى بالخيال. ما حكيت لي عنه. كنت صغير، كانوا أهلي كل يوم الصبح يتعلقوا بهالتراكتور وبوشهم على المزرعة. كانت ستي لأبي تدير بالها علي، وبيوم ما بعرف كيف صار اجت شحن وضربتهم من ورا. يا ربي دخيلك. ما طلعت سليمة منهم غير عمتي. هي ربتك؟ لا، كانت صغيرة كل عمرها 13-14 سنة. رباني خالي، إذا بنسميها ترباي. كان رجال سكرجي. إذا أكلت لقمة خبز حاف باليوم فكر حالي شبعت. بعدها هربت وجيت على اسطنبول. مرت أيام نمت فيها بالشوارع. اشتغلت فوياجي وبعت كحك. بالصيف نام بالحدايق وبالشتاء ادخل بالأنفاق. من وقت اللي كان عمري 10 سنين حملت السكينة لأحمي حالي من ولاد الحرام. اللي بدك تعرفيه، ما كان في شغلة إلا وما اشتغلتها وأنا صغير. بعدين المرحوم حميد الأسمار لو ما طلع المعلم قدامي ما بعرف وين كنت هلا. اللي بدي أقوله، ولادنا ما لازم يتربوا هيك يا نسرين. لازم يحسوا بأمان الأم والأب، ولازم يتعلموا. يمين الله علي لا أعملكن وأعمل لك. كل اللي بيطلع بإيدي لتضلوا مرتاحين. أنت لا تتعبي راسك بأي شيء حبيبتي. يخلي لنا إياك. منيح إني لقيتك. ايه يوسف، معناها دخلت لقلب التابوت ما هيك؟ فت على التابوت وأنا حي أرزق. بصراحة هالشغلة مو جديدة، سمعت هيك شي من قبل. هالعادة كانت موجودة من فترة منيحة ولهلا لساتها مستمرة. يعني في ناس من وقت لوقت بيسكروا على حالهم تابوت وبيتمددوا فيه. تعرف يوسف، سمعت انه هالعادة موجودة بكتير من دول العالم. وليش بيعدوا بالتابوت؟ ما بعرف، يمكن ليجربوا كيف الموت. ما يعني بيعملوا بروفا. بروفا لياخدوا فكرة صغيرة عن الموت. بكل الأحوال أنت عندك فكرة عن الموت. وأول مرة تعرفت على الموت لما دخلت مع أمك. اطلبوا الإسعاف. أمي! ودخلت كمان مع فريدة. فريدة! دخلت مع لبنى كمان. دخلت مرة كمان مع الأولاد المساكين. ودخلت مع إحسان.
انت مت كتير يا يوسف. عيش بقى شوي. لازمك هلا بقى تعيش. المشاكل ما بتخلص يا زلمه. ليك اسمع هالحكايه يا يوسف. مره في واحد فك رسن حماره وتركه يسرح بالبريه. بعد كم ساعه ضاع الحيوان. دور عليه الزلمه كتير بس ما لقاه. راح على السوق وباع رسن الحمار وحط فوقهم كم قرش وعمل عزيمه لرفقاته. كان الزلمه مبسوط. سالوه رفقاته لك شو صاير لك؟ انت ضيعت حمارك، ليش مبسوط؟ ولا شو هالحفله؟ قال لهم الزلمه ايه يا حبايب، الحمار ضاع. فكروا معي شو كان حيصير لو كنت انا على ظهره؟ ليه عم تطلع فيني هيك؟ ما فهمت شو قصدك من الحكاية. أنا ما بقصد شيء محدد، بس حبيت ضحكك شوي مو أكتر. دائما الشغلات البسيطة بتضحكنا. يعطيك العافية. الله يعافيكي. ليش عذبتي حالك؟ الحقيقة قصدك مو ليش عذبتي حالك، بدك تقول ليش عم تعطليني. ولا أنا غلطانة؟ أنا آسف، مشغول شوي. شو تقرير مهم؟ لا مو تقرير، عم بكتب مذكراتي. بدك تسألي شو اللي صار بالكتاب. كان المفروض انه نكتبه سوا، ويمكن اهم معنى لوجودي جنبك هو كان هذا الشيء. لا تظلمي حالك. برأيك ليش انت ما عم تظلمني؟ من هالناحية بطلب السماح منك، اما اللي عم بعمله هلأ شيء مختلف. انا اللي عم بكتبه هلأ هو امانة بتركها للتاريخ، وما رح تكون له فرصة النشر بسرعة. وإذا كان بالعمر في بقية بنقعد أنا وياك بشي محل وبرد على أسئلتك كلها. بس لخلص بنبدأ بالكتاب فورا. الله أعلم يمكن يكونوا هدول مصدر لكتابك. دايما نفس الحكي ونفس الغموض. ما قدرت لهلأ أتقدم ولا خطوة معك، مع إني حاسة بشي تجاهك، بس دايما عايشة بحالة قلق. انت لازم تكون حياتك دائما بخطر كبير. لو تقدر تفتح لي قلبك انا رح وقف جنبك شو ما كانت الظروف. اما انت بلور، بدك تصبري علي شوي. لإمتى؟ لازم انهي هالشغلة. صباح الخير معلم. صباح الخير ايمن. ينام عليك. علي بدي اياك تروح مع صبري على الطبيب الشرعي مشان الجثة. مشان جثة إحسان. مفهوم. نلتقى بالجامع. ماشي. يلا علي. ليش ما نزلتي على الفطور؟ ماني نفس. باين عليكي مو نايمة. لا ما نمت. صار لك زمان على هالحالة.
بنتي في شي بتريدي تخبريني اياه؟ لا ما في شي. في إلك خبر كويس عندي. صبري رجع لعائلته. امتى صار هالشي؟ ليش ما قلت لي من قبل؟ امبارح بالليل يوسف رجعه. طيب هو منيح؟ يعني مناح؟ أنا فكرتك حكيتي مع يوسف بالموضوع. انتوا ما عم تلتقوا أبدا؟ تعرفي زينب، يوسف أحسن واحد بالنسبة لمبادئي. أما عن علاقتك الخاصة اللي بتربطك فيه وإذا كان بيناسبك ولا لا، فبرأيي لازم توصلي لحل. مرحبا. أهلا وسهلا يوسف. أهلين فيك. أنا آسف لا تأخذوني، جيت بلا موعد. صاير معك شي مشكلة؟ حاليا كل شي تمام، لا تشغل بالك. جاي أخذ زينب معي. صار لنا زمان ما قعدنا وشربنا شاي مع بعض. شو بتروحي معي؟ طالع جيب الجاكيت وبرجع. كيفه صبري؟ منيح، رح يصير أحسن إن شاء الله. انبسطت لأني سمعت هالخبر. أنا جاهزة. معناها نمشي. عن إذنك. مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. بعتيلي جلال. حاضر معلم. الو سيد جلال، سيد حسان بده اياك. تفضل. مرني عود. شوف، بصراحة يا جلال أنا مو عاجبني الفريق اللي عم يشتغل معي هون بالوحدة، بس أنت مختلف عنهم. أنت رجال مخلص ونيتك صافية كتير. بدي افتح صفحة جديدة معك، رح انسى أخطائك ورح كافئك على إيجابياتك. رح تكون بداية جديدة لمرحلة جديدة. افتحها. شكرا كتير يا معلم، يسلموا. هلأ في عنا مشكلة. في عنا واحد جاسوس وبعرف مين هو. عم تشكوا فيني؟ لا، أنا واثق منك، بس حابب أعرف إذا كنت بتعرفه للجاسوس. ما بعرفه أبدا. طيب، بتشك بحدا؟ لا معلم. طيب، لما بيجي الوقت المناسب أكيد رح نعرف مين هو. أكيد معلم. ما شفت المعلم الكبير بهالفترة؟ يعني بعد التغيير بالمواقع. لا أبدا. حتى ما ينتبه إنه عرفنا إنه في جاسوس، لازم تروح لعنده تعمل له زيارة كل فترة. حاضر معلم. منيح، معناتها مبروك عليك. شكرا كتير معلم. بالإذن. ابن حرام.
حلو الطقس اليوم. ايه هاتي، شو الاخبار عندك؟ ما في شي. زينب شو القصة؟ شو بك؟ ولا شي. المشكلة فيي. أنا حاسة إني تقيلة عليك. مالي لزوم بحياتك أبدا. أنت مشغول بالناس اللي حواليك أكتر مني. نفس القصة. ما بعرف إذا نفسها. أنت تغيرت. كل يوم عم بتعذب. كل يوم عم بحس حالي عم بختنق. عم يضل بالي مشغولة عليك وأنت مالك مقدر مشاعري أبدا. انت طلبتي هيك. فكرت إنه هيك أحسن. حبيبتي والله ما في داعي تشغلي بالك علي. قديش الحكي سهل عندك. يعني إذا ما انشغل بالي عليك، على الشخص يلي بحبه واللي عايشة مشانه حياتي كلها، أنا مين لازم ينشغل بالي؟ لكن قلي يوسف، أنا عن جد صايرة ما عم بفهم شو بدك. قلي، معقول أنت بتفكر فيي مثل ما بفكر فيك يوسف؟ قلي أنت عن جد بتحبني يا يوسف؟ ما رح جاوبك هلا، لأنك بتعرفي الجواب كتير منيح. أنا عم حس بالوحدة. مالي حاسستك معي أبدا. ليش صار في هيك فجأة؟ ما فهمت شي أبدا، كان باين عليه منيح كتير. ايه وبعدين؟ عصب شوي. هذا نتيجة التعصيب، ليش عم تخلوه يعصب؟ لازم ما يعصب أبدا، منوب مو منيح مشانه. لازم نحطه بالعناية المشددة فورا. ما بنقدر نعالجه هون دكتور؟ فينا نجيب لهون كل الأجهزة اللي بتلزمه. بعرف انك اذكى من هيك يا استاذ، ما عنا وقت ابدا. هلا بتطلب الاسعاف. إذا حدا بيحركني من مكاني بشنقكم كلكم. عاش عاش عاش. لو كنت محلك ما بفرح كتير. أنا مصر إنه يدخل على العناية المشددة. خليك بحالك، اتركونا لحالنا أنا وهالبنت الحلوة كتير. مستهون بحياته؟ شو بنعمل؟ برأيي أنا إنه معلمك بده معالجة نفسية. مفكر حاله رح يضل عايش كتير؟ هلا بيسمع. دكتور دير بالك على حالك. شكرية. نعم يا روحي. يا ريت تقلي له نبهي لي هالدكتور منيح ما ينسى يمين ابو قراط، لا ينسى هالشي ابدا. شو ما ينسى؟ قلت يمين ابو قراط لازم ما ينساه. حاضر يا روحي. دكتور قال دير بالك تنسى الطعمي ابو قراط اكله، هيك قال. ابو قراط هذا الشيء اسم قطكم؟ وضعه ما بيطمن، وضعه ما بيطمن، وضعه ما بيطمن، حالته كثير سيئة. عم قلكم لآخر مرة بده عناية. الله معه. قلت له يا روحي. قولي لسعد يجي. حاضر معلم. كبيها لو سمحتي. الو، سعد السيد حسان بده اياك. امور معلم.
سعد. نعم. زعلان من الكبير؟ لا سيدي. يعني كنت تحبه؟ ايه بحبه، بس مو كتير، لأنه ما اهتم فيك منيح لما كنت بالسجن. لا يا معلم، زعلت شوي صغيرة. فكرت انه رح يطلعني من هالسجن، بس ما حطيتها ببالي، وبعدين مشيت الامور عادي. سعد سجلك نظيف. شكرا يا معلم. الكبير امتى كافأكم آخر مرة؟ بصراحة كان كتير كريم، كان يكافئنا على كل نجاح. حلو. لسه أنا ما شفت نجاحكم. رغم هالشي حبيت إني كافئك، لأني بدي إياك تحب شغلك. هي هدية خاصة. معلم شكرا كتير. هي الهدية رح تكون بداية لصفحة جديدة بيناتنا. يسلموا ايديك معلم. انتبه، ما بدي حدا يعرف ابدا بخصوص هالهدية. طبعا يا معلم. منيح. هلا بدي اياك تراقب لي جلال. انا بأمرك. معلم بدي اشكركم كتير على كل شيء. يسلموا يا معلم. بتقدر تشوف شغلك. ما استأذنت منك، بس الألبوم كان هون وحبيت شوفه. ما في مشكلة. تعرفي انك كنتي حلوة بصغرك؟ وبصراحة حلوة لهلأ. أنا فرحت كتير لرجعة الأخ صبري. غريبة ليش ما خبرني يوسف. بعت لك سيارتك معي، يمكن كان بده يروح لعند زينب. مفهوم. أكيد عنده شغل. بالمناسبة، عم يضايقك شي عمران قرصوي؟ أبدا. انت بتشبهي امك كتير. ان شاء الله عايشة. أمي عايشة بأنقرة، بس بابا توفى من فترة. الله يرحمه. آسف على التطفل، بس ما لاحظت وجود أي صورة إلك مع شخص خاص. في سبب محدد؟ ما بحب احتفظ بالذكريات السيئة. منيح هذا الجواب؟ فهمت. بصراحة أنا مستغرب شغلة. بنت حلوة مثلك كيف ممكن تعيش هيك لحالها؟ شوف، أنا مبسوطة بحياتي كتير. حياتي هيك عجبتني. عفوا، إذا أنت خلصت أنا عندي شغل لازم أعمله، إذا ما عندك مانع. عفوا، بتمنى ما أكون ضايقتك. تركت مفتاح سيارتك بالمدخل. لكان لروح أنا. خاطرك. الله معك. ما بعرف ليش ضل نفس التعبير على وشك من لما كنتي صغيرة ولهلأ. نفس التعبير، تعبير الرفض والتخلي عن كل شيء. بنت صغيرة رضيانة بقدرها. يمكن الغلط فيك يا صغيرة. لو مرة بس بتعملي اللي بدك إياه، بتعرفي إنك ضايعة، بس ما لازم تضيعي أكتر من هيك.